إليكم العناوين. وليد الركراكي يتجه إلى هذه الدولة لإعداد المنتخب المغربي لكأس إفريقيا. أولمبيك مارسيليا يفتح الباب أمام رحيل أمين حارث بشرط واحد: يوسف النصيري يسجل هدفا رائعا رفقة فريقه. نترككم مع التفاصيل. يتجه وليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي إلى برمجة تجمع إعدادي لأسود الأطلس بدولة غينيا الاستوائية من أجل التحضير لنهائيات كأس إفريقيا للأمم الكوت ديفوار 2024. وأكد موقع العربي الجديد نقلا عن مصدر من الجهاز الفني للمنتخب المغربي أن وليد الركراكي يفضل إقامة معسكر تدريبي مغلق في أحد البلدان الأفريقية القريبة من ساحل العاج، وبالضبط في غينيا الاستوائية، نظرا لتوفرها على مناخ شبيه بالذي يسود في مدينة سان بيدرو العاجية، حيث يخوض المنتخب المغربي مباريات المجموعة السادسة. وأضاف المصدر أن المدرب الركراكي يريد منح لاعبي منتخب المغرب فرصة التأقلم مع الأجواء الأفريقية، خاصة في ساحل العاج، حيث الحرارة مرتفعة جدا ونسبة الرطوبة عالية، وهو ما يشكل أكبر عائق بالنسبة إلى بعض لاعبي المنتخب المغربي غير المعتادين على مثل هذه الأجواء المناخية الاستثنائية. وكانت قرعة كأس إفريقيا للأمم التي أقيمت بمدينة أبيجان في شهر أكتوبر الماضي كشفت تقارير صحفية فرنسية أن إدارة نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي منفتحة على خيار تسريح نجمها المغربي أمين حارث خلال الميركاتو الشتوي القادم. وأشارت التقارير إلى أن إدارة مارسيليا ستفتح الباب أمام مناقشة العروض التي سيتوصل بها حارث خلال الفترة القادمة، شريطة تلقيها عرضا ماليا يتجاوز حدود 15 مليون يورو. ويأتي قرار إدارة مارسيليا بفتح الباب أمام رحيل حارث في إطار سعيها لاستغلال توهجه الأخير وتسريحه بمبلغ ينعش خرينة النادي. ويشار إلى أن نادي مارسيليا سيقدم على تغييرات هامة على مستوى تشكيلته الأساسية، وهي المهمة التي جاء على إثرها الدولي المغربي مهدي بن عطية الذي عين كمدير رياضي بالفريق. أحرز الدولي المغربي يوسف النصيري هدف إشبيلية الوحيد في المباراة التي خسرها الفريق بهدفين مقابل هدف أمام ريال سوسيداد اليوم الأحد ضمن الجولة 14 من الدوري الإسباني لكرة القدم. وتمكن يوسف النصيري من إحراز هدف التعادل لفريقه في حدود الدقيقة 60 من المباراة، بعد أن كان ريال سوسيداد قد تقدم بهدفين في الشوط الأول عن طريق ميكيل أويارزابال 20 وإدواردو كامافينغا 30. وبهدفه المسجل اليوم الأحد يكون النصيري قد أحرز هدفه الثامن هذا الموسم بقميص إشبيلية في مختلف المسابقات.